مصدر من الأهلي يفجرها: الأهلي قد يتعاقد مع حمدي فتحي بشكل نهائي من نادي الوقرة مقابل الثلاثي بن شرقي، أشرف داري، طاهر محمد طاهر. تعرف على ما يحدث. بصوا يا جماعة، كل اللي بيتقال ان حسين الشحات ممكن يروح نادي الوقرة، الكلام ده غير صحيح. اللعيبة بالفعل اللي نادي الوقرة يرغب في ضمها من الأهلي في حال الموافقة على انتقال حمدي فتحي بشكل نهائي هم الثلاثي أشرف داري لحاجة الفريق لمدافع، بن شرقي، وطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر هو المطلوب، وأيضا بن شرقي. بعدما تألق بن شرقي في الدوري القطري مع نادي الريان، فأن الوقرة يتمنى ضمه مع كمان أشرف داري وطاهر محمد طاهر. فهل يوافق النادي الأهلي على هذه الصفقة اللي هيكون المقابل بتاعها أولا ضم حمدي فتحي بشكل نهائي، زائد إن الأهلي بكده هيفضي مكانين في قائمة الأجانب، هيفضي مكان بن شرقي واشرف داري، فيقدر النادي الاهلي مكانهم يجيب مدافع اجنبي تاني افضل من داري، ومهاجم بقى اجنبي صريح بعد رحيل وسام ابو علي.